معكم الدكتورة سميرة من السودان، أخصائية نساء وولادة تعمل في اليمن. فحوارنا معها عن منتجات DXN وتجاربها معها. أهلا وسهلا. طبعا أنا عضو قديم في DXN واستخدمت المنتجات، يعني أول حاجة بصفة شخصية في البيت، على الأسرة، علي أنا شخصيا، وبعد ذاك على بعض المريضات في العيادة، وكانت في نتائج كويسة. يعني التكيسات، المبايض، عدم انتظام الدورة، عدم الإنجاب. فكنا في البداية بنجيب لهم المثلث الذهبي وبنضيف الكورتيسيبس. طبعا مش بين يوم وليلة. عفوا عشان الناس يعرفوا ايش هو المثلث الذهبي. المثلث الذهبي المورينزي والرايشي ومعاه الاسبرولينا. طبعا دي اهم خطوة في البداية، وبعد كده بنضيف لهم الكورديسيبس مش بين يوم وليلة، مع الزمن. يعني الواحد ما يمل او يقول من اول شهر ما في نتيجة ويوقف. شهر، شهرين، 3، 4، 6 شهور ان شاء الله بتكون في نتائج، وفي معانا يعني نتائج كويسة. كلهم يعني اغلبهم اللي ما كان في انجاب حصل ان شاء الله باذن الله، اذا هو مكتوب ان شاء الله. طيب، طريقة الاستخدام اللي اتبعوها؟ طبعا تدريجيا، ستيب باي ستيب. الاسبرولينا مثلا 3 حبات الصباح، 3 حبات الظهر، 3 حبات الليل، يعني كفايه. بعد كده في ناس بيزيدوا الجرعه، ممكن يعملوها 9، 10 في الجرعه الواحده، ممكن برضه. هذا فقط الاسبرولينا. الاسبرولينا. الرايشي ملعقه صغيره الصباح، ملعقه صغيره المساء، تخلط مع المورينزي، ممكن نضيف لها نص كوب ماء وتشرب قبل الفطور ممكن وقبل العشاء، مرتين في اليوم كفايه، مع شرب الماء الكثير ان شاء الله يكون في. طيب دكتورة، بالنسبة للعقم هذا، هل هذا العقم ناتج عن خلل في المبايض ولا ايش السبب يعني اغلبهم اللي احنا الحالات اللي طبقنا عليها السيستم حقنا او البرنامج حقنا معهم تكيسات في المبايض او انسداد في الانابيب، ويعني بقدرة الله مع المركب بتكون في نتائج طيبة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. فاتمنى انكم لو في حد من الاهل، من الجيران، من الاصحاب، خليه هو مش خسران حاجه، يجرب وان شاء الله بتكون في نتائج كويسه باذن الله. باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا دكتوره. ان شاء الله نسمع نتائج كويسه ان شاء الله. وهذه رحله موفقه مع اعضاء DXN في لينكاوي ماليزيا في TSIP 2013. شكرا. ان شاء الله نلتقي كمان ان شاء الله. ان شاء الله في تركيا. ان شاء الله اكيد.